هنعمل مع بعض البانيه المشوي على الجريل. تتبيلة بسيطة قوي تنفع كمان الفراخ المشوية والشيش طاووق. ولو في اي حاجة في المكونات مش موجودة عندك هقولك على البديل. وهنعرف سر ازاي تطلع معاكي لونها ابيض زي الشمعة من جوه، وفي نفس الوقت محتفظة بالسوائل بتاعتها وجوسي وطرية جدا، يعني لا ناشفة ولا اي حاجة خالص. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول، ويلا بينا بسرعة نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. هنحتاج اول حاجة نص كيلو فراخ بانيه، شرايح تكون سميكة شوية، يعني انا جبتها وما دقتهاش. ولو عندك صدور فراخ كاملة مخلية قسميها 2 أو 3 على حسب سمكها. غسلت البانيه كويس قوي بالملح والليمون وصفيته، وبعد كده سبته على جنب. نيجي بقى نجهز التتبيلة. جبت بصلاية كبيرة وعليهم 3 فصوص توم، ضربتهم كويس في الكبة وصفيتهم واخدت المية بتاعتهم بس. نزلت بمية البصل والثوم في بولة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده نزلت عليهم بعصير ليمونة ومعلقتين كبار خل. ولو عندك حاجة واحدة منهم ليمون او خل خلاص استكفي بيهم. معلقة كبيرة زبادي او رايب، ده بيخلي الفراخ لونها ابيض وبتستوي اسرع، بالاخص لو مش هتسيبيها في التتبيله كتير. انا ما كانش عندي زبادي فحطيت رايب. انتي لو ما عندكيش رايب ولا زبادي خلاص مش مشكله، استغني عن الخطوه دي. ومعلقه صلصه ومعلقتين كبار زيت. التوابل بقى اللي هستخدمها الأساسية ملح وفلفل أسود وبابريكا مدخنة، ده الأساسي. بعد كده أنا زودت معلقة صغيرة من معالق التوابل بهار فراخ، رشة روزماري لو بتحبيه تمام، مش بتحبيه ممكن تستبدليه بزعتر. لو مش بتحبي لا روزماري ولا زعتر استغني عنهم خالص. حطيت رشة خفيفة قوي من جوز الطيب. زي ما قلت لك، مش بتحبي بهار الفراخ ممكن تحطي كاري. جوز الطيب ممكن تستغني عنها، ولو في اي بهارات تانية بتحبي طعمها في الاكل ممكن تزوديها. وممكن تزودي توم باودر وبصل باودر برضو، بس انا استكفيت بالبصل والثوم اللي انا حطهم الفريش. واخر حاجة زودتها رشة خفيفة قوي من السكر، بتدي طعم حلو قوي للفراخ وبتديها لون جميل قوي، اللون اللي هو الذهبي المظبوط. او ممكن تستبدليها بمعلقة صغيرة قوي من العسل الابيض. يعني المعلقه الصغيره اللي انا بتكلم عليها دي معلقه من بتوع التوابل، معلقه صغيره جدا، لان انا مش عامله كميه كبيره، انا عامله نص كيلو فراخ بس. ما تخافوش خالص، هي مش هتدي تسكيره للفراخ ولا اي حاجه، ومش هتطلعها طعمها مسكر، بس هتظبط طعمها قوي. هقلب التتبيله مع بعض كويس قوي وظبطت ملحها. انا عايزه ملحها يكون يعني مظبوط بل عالي سنه صغيره. نزلت بالفراخ بالشكل ده بالتتبيله وقلبتها كويس قوي. الخطوه دي طبعا لازم ايدي، ينفع استخدم ماسك ولا اي حاجه، عشان اضمن ان الفراخ اتغلفت كويس قوي من كل ناحيه. هو المفروض كنتيجه احلى ان انا بيتها من قبلها بيوم في التلاجة، وتاني يوم الصبح اسويها، او على الاقل